السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ احنا ان شاء الله النهاردة هنجاوب على سؤال مهم قوي: ازاي نزود السائل الزلالي اللي في الركبة، نعرف تركيبته ايه وايه فكرة الادوية اللي موجودة في السوق، عشان كالعادة تبقى عارف راسك من رجليك. انا احمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. بصوا يا جماعة، هو اصلا السائل الزلالي ده عبارة عن ايه؟ المية اللي موجودة في اي مفصل، يعني مش شرط يبقى الركبة بس، يعني هو نفس الكلام، بس احنا بنتكلم عن الركبة عشان هي اشهر حاجة. بس هو في الكاحل، في الكوع، في الكتف، في اي حتة، اي مفصل. آه طيب هو محطوط ليه؟ هو عامل زي الزيت بتاع العربية، هو بيلين حركة المفصل. ومش بس كده، هو كمان بيشيل المواد الغذائية للركبة. طيب وهو بيطلع منين؟ عشان برضو دي نقطة مهمة. هو بيطلع من الغشاء السينوفي، يعني في حوالين الركبة غشاء. الغشاء دوت في خلايا، الخلايا السينوفية دي بتطلع السائل الزلالي. طيب والسائل الزلالي دوت لما بيزيد قوي بيعمل مشكلة، أخدناها قبل كده، اللي هو الكيس الزلالي خلف الركبة. ولما يقل قوي يعمل الخشونة. طيب احنا موضوعنا النهاردة موضوع الخشونة. طيب يعني معنى كده ان لو في مشكله في الخلايا السينوفيه مش هيبقى في سائل زلالي؟ طيب يبقى معنى كده هو ان انا لما بدي انواع. طب خلينا بس ايه، خلي بالكم من المعلومه دي. المعلومه الثانيه اللي هي المكونات بتاعه السائل. بصوا يا جماعه، احنا من الاخر السوق عندنا حاجه من الاثنين: يا اما بدي اللي في النص ده او المركب كله على بعضه، او بدي الشراشيب. الشراشيب دي اللي هي الجلوكوزامين، اللي الكل عارفها بقى بالاسامي، بس انا مش هينفع اقول اسامي تجاريه. دي الشراشيب اللي بره، ودي بتتاخد بالبق. اما المركب على بعضه بيتاخد اللي هو اساسي الهيالورونيك اسيد، ده اللي هو بيتاخد الحق. طيب الحبوب دوت ده عباره اصلا عن مكملات غذائيه، فهو لازم المركب ده اصلا يبقى موجود عشان انا اعوضه او اسيب الباقي سليم. ماشي يا جماعه؟ طيب النقطه الثانيه اللي هو الحقن بقى. الحقن ان انا هدي المركب على بعض، اللي هو كأنه سائل زلالي صناعي عشان اعمل نفس الوظيفة بتاعته. طيب هو الشركة صنعته بشكل معين، يقعد مثلا شهر، 2، 6، سنة، وهكذا. ده مش معناه ان الاعراض تخف بنفس المدة. امال انا باخده ليه؟ ما انت لازم تعرف المعلومة دي يا جماعة، لازم تبقوا فاهمين ان الالوفات اللي حضرتك هتدفعها لما تشتري الحقنة من الصيدلية وتقرر بالاتفاق مع الطبيب انت هي 6 شهور ولا سنة ولا 3 شهور، الكلام دوت المقصود بيه وجوده جوه الركبة. هما بيتصنع بشكل معين بحيث ان هو يلبت جوه الركبة. طيب بس مش ليه علاقة بالاعراض ان انت هتخف فترة. افترضوا جدلا ان لما هو يبقى موجود في الركبة الفترة الفلانية يبقى انت هتخف الفترة الفلانية، الكلام دوت مش مظبوط. او بمعنى ادق خلينا نقول 50-50، ده بالخبرة مش بالارقام، لان بالنسبة للشركات هيقول لك 100% تحسن. طيب عشان نحط بقى يبقى الكلام واضح بالنسبة لحضراتكم، الطبيعي يا جماعة، الطبيعي ان لو الواحد بيخف بالحبوب ياخد الحبوب. طيب لو الامور انا خلاص في مشكلة في الكبد او الكلى او المعدة تعبانة، مفيش مشكلة ناخد الحقن حتى لو كانت الدرجات متأخرة. طبعا هو موصوف في الدرجات اللي قبل المتأخرة، يعني ما يبقاش العظم على العظم والألم ما بينيمنيش بالليل. الكلام اللي احنا قلناه في دواعي الجراحة. لقيت الموضوع ده بالشكل ده، خلاص ما فيش مشكلة ان انا اخد الحقن. بس في فرق بين ان انا اخد الحقن على ان هي علاج السحر
مفيش بعد كده، وفي فرق ان انا ابقى فاهم الكلام العلمي بتاعه ايه. فحضرتك في الامور الطبيعيه عشان نحل الموضوع ده، في الامور الطبيعيه خد الحبوب. يعني لو لا قدر الله جالي خشونه هاخد الحبوب. لو لا قدر الله اخدت الحبوب وبقت الركبه المعده تعبانه، ما بتاخدش، مش قادر تستوعب العلاج، هجرب الحقن. وخلي بالكم من كلمه هجرب الحقن، لان هي انت ممكن تاخد الحقنه دي وتقعد معاك طول العمر. ياما شفنا ناس اخدت حقنه وقعدت سنين، وواحد اخد الحقنه ولا كانه اخد حاجه. فلازم تبقوا فاهمين المعلومتين دول. طيب برضو من ضمن الخرافات ده احنا هناكل ايه او مش هناكل ايه وكلام زي ايه، الكلام ده كله في الاونطه. ياما دكاترة عظم غيروا مفاصل. طب ما احنا كنا اقرب ناس نبقى فاهمين الكلام دوت ماشي ازاي. طب الكلام دوت مفيش، ده قدر وكده كده بيتم. اما احنا من باب الاخذ بالاسباب بناخد الادوية عشان نحافظ على الوضع اللي موجود. صحة حضراتكم تهمنا. السلام عليكم.